السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بكم في قناتكم قناتي ستوري باي دوتو، قصص وعبر. نتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو احوالكم كلها طيبه. البنات، هاد القصه ديال اليوم صراحه شويه صدماتني. هادشي علاش بغيت نبارطاجيها معكم، ونتمنى تلقى الاعجاب ديالكم وتلقى التفاعل ديالكم، بالاحرى تعطيوها ارائكم ونصائحكم في التعليق. وغنبداو الميساج ديالنا ديال اليوم من عند واحد البنت اللي كتقول السلام عليكم البنات، بغيت نخوي قلبي، يمكن غنجيكم خايبه حيت غندوي على ماما بطريقه خايبه، ولكن ما كرهتش شي واحد نقول ليه هادشي، كنحس براسي غيطرطق. ماما للاسف سقرامه بزاف لواحد الدرجه ما كتصورش، كتخبي كل شيء. راه واخا نعيا نوصف لكم الدرجه ديال التقريم ديالها ما غاديش نقدر نوصف لكم. المهم ما كتهلاش فينا في صغرنا، ولا عمرها شرت لينا حتى حاجه، لدرجه فرماجه البنات كانت كتشري لينا وحده ونقسموها. هادشي الا بقينا لاصقين فيها وكنا كنبكيو ليها زعما في الصغر. اما اللبس كان حالته ماشي حيت ما عندناش، يا ريت كنا فقراء نقولوا رحنا معذورين، كاين الفقر والفقر ماشي عيب. كنا ميسورين الحمد لله. الفلوس اللي كان كيعطيها بابا كانت كتخزنهم وترجعهم ليه على اساس زعما راها زوجه صالحه وهزه الهم للزوج ديالها، لدرجه بابا براسو كان كيطلع ليه الدم من هادشي، وكان كيمرضوا هاد الموضوع، كيقول ليها عطيتك الفلوس تهلاي في راسك وفي الدراري، لاش كتخزنيهم؟ كنا في واحد الحاله صراحه يرثى لها، حوايجنا ديما موسخين لدرجه لواحد الدرجه خايبه. ديما كنبول في سروالي وكنمشي به للمدرسه كيسحب لي راه حاجه عاديه. حتى كانوا كيقولوا لي البنات ديال 8 سنين وفي السن ديالي لا راه خصك تبدليه الا بلتي فيه. انا ما كنتش عارفه الصراحه حيت ما كاينش اللي يقول لي راه خصك تبدلي حوايجك ولا تبدلي ملابسك الداخليه، وهادشي بسبب الاهمال ديالها. كان كيسحب ليا الا مثلا غسلتي يديك وفزقولك الكمام ممكن تخليهم ينشفوا صافي. المهم هاد الحوايج راكم عارفين، خص ضروري شي واحد اللي يعلمهم ليكم. اما شعرنا كان كارثه، حوايجنا ديما مقطعين، الوسخ، الماكله قليله. المهم كبرنا في واحد التقريم، وخا نعيا نوصف لكم ما غاديش نقدر نوصف لكم الدرجه ديالو. ودابا فاش كبرت وبديت كنعرف، كنشري غير حاجه وحده تبدا تغوت وتخاسم عليا وتدفل عليا وتقول لي كتخسري الفلوس بزاف. هادشي غير حاجه وحده، مثلا غير صنداله ديال 20 درهم، تقول لي لاش شريتيها هادي؟ سيري خيطي هذيك اللي عندك، مثلا ديك الصنداله اللي تقطعات. اما واحد الطابليه شحال خيطت فيها وضحكوا عليا الناس والتلاميذ والاساتذه كيصدقوا عليا الحوايج. اقسم بالله واحد الاستاذه بقيت فيها وداتني وقالت لي واش باباك حي، لدرجه ان الحاله اللي كنت كنبان فيها بحال ان الاب ديالي ميت وان ما فحالتناش. المهم كانت داتني هذيك الاستاذه الله يجازيها بخير وعطاتني واحد القميجه وقالت لي هذه هديه ديال الاجتهاد ديالك. وانا كان المستوى ديالي عادي ماشي شي حاجه، يعني غير باش ما تحرجنيش وانا كطفله صغيره قالت مسكينه راها هديه. المهم واحد الحاله كنا فيها اي واحد كان كيشوف حالتنا كيسحب ليه راه فقراء، وهي راها غير مخبيه الفلوس. والخوت للدرجه انها ماشي كتخبي غير الفلوس، وراه كتخبي الفلوس والحوايج. كتخبي حتى الحوايج، مثلا الا كان الوالد شرا لينا شي حاجه ديال الحوايج كانت كتخبيها وتخزنها. انا ما عرفتش علاش. تصوروا فاش ساليت قرايتي كنا كنخويو شي باليزات ولقيت شي 3 ديال الطابليات جداد وتوبهم قاصح. عرفتوا شحال بكيت وانا كتخليني نمشي بطابليه مقطعه، لدرجه اني كما قلت لكم كنت كنعاود نخيطها ونعاود اكثر من مره.
اما تحت البيضه لدرجه ما كنتش كنقدر نعلي يدي، كنحشم نعلي يدي بكثره من الالوان اللي مخيطاهم بها. نفس الشيء البنات بالنسبه للحوايج الاخرين، تصوروا كيجيب اي حاجه كيجيبها بابا كتخبيها، علاش الله اعلم. اما واحد الموعن له لا يوريكم، كتحط 2 كيسان كل طبسين من اتجاه، كل معلقه من في شكل، الموعن كلهم مشقفين مشنفين، والموعن الجداد مخبيين، كلشي مقنباري مخبي عندها. تصوروا البنات كتحط 2 كيسان اصلا هادوك هما اللي كنستعملو، وكتبقى تقول لينا تناوبوا عليهم، يشرب هذا عاد يشرب الاخر. ونفس الشيء فاش كيجيو الضياف، الله يسحب لكم كتحط لهم الجديد والمزوق والمتول زعما، لا بالعكس كدير لينا اكبر شوهه معاهم. كتحط واحد الطابله قديمه وموسخه وتخبي الطابله الزوينه، وكتحط الكيسان كل واحد في شكل وفي احجام مختلفين، والبراد كتحطو صغير ومحروق وموسخ. المهم بحال رحنا فقراء لواحد الدرجه ما كتصورش. ودابا فاش كبرنا وبدينا كنعرفو كنبغيو نقادو الطبله ونحطو داكشي متول مقاد ونجبدو المواعن، حيت راه حتى شي وحده البنات ما دايم فيها كما كتعرفوا، الواحد يستاغل حوايج ويستاغل مواعنو، الا هي مازال لحد الان ما كتبغيش. تصوروا في العيد كنبغي نطيب هكا بغرير بانكيك الكيكه، ونبغي ندير الطبله ديال العيد داكشي مقاد ومتول، ما كتخلينيش، وكل عيد كنوضو ندابزو، ولدرجه راه حنا ما كنبغيوش نقيسو ليها مواعنا اللي مخبيين. وراه انا واختي دابا منين كبرنا كنمشيو نشريو مواعن اخرين هكا من فلوسنا، ولا اللي كيعطينا بابا. هي بالعكس هي ما كتبغيش، كتبغي تخلينا نشريو، ما كتبغي تجبد هذوك اللي عندها، وكتبقى تغوت علينا وتزدح وترضخ، وما تخلي ما تقول فينا، والناس كلها كتجمع علينا وتضل تقول لنا يا الزبل يا الموسخين، وكتضيعوا في الفلوس. المهم ما كتخلي حتى شي حاجه ما تقولهاش فينا. المهم صراحه انا حرت وقلبي طرطق وما لقيت على من نشكي، حتى العائله ما بقاوش كيجيو عندنا. هادشي علاش اختي دودو كتبت ليك، نتمنى تبارطاجي مع الحباب القصه ديالي ويعطوني ارائهم شنو نقدر ندير. للعلم انا دابا غير جالسه في الدار كندوز لي كونكور، ايوا ما نعاودش لكم على حاله كنمشي فيها، ولا كنبدا نتسلف ونتكلف مع عند صحاباتي الحوايج باش نمشي ندوز لي كونكور. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يسهل عليا ونلقى شي خدمه، ونتمنى من البنات ديالك اختي يدعيو معايا في التعاليق باش هكا نخرج من هاد الهم والقهره اللي عايشين فيها. اما بالنسبه للوالده ديالي فراه ما لقينا معاها حتى شي حل، اللي عنده شي حل ولا شي اقتراح يعطيه لينا، راه والله الا تقهرنا بهاد المرض اللي فيها. المهم الاخوان والاخوات، كانت هذه هي النهايه ديال المشكل ديال الاخت ديالنا. صراحه انا ما نقدرش نعطي رايي خصوصا شي حاجه ملي كتعلق بالوالدين. ما عرفش انا هذيك الام الظروف اللي عاشت فيها وعلاش وصلت لهاد الدرجه. المهم نتمنى يا ربي يدير لهم تاول ديال الخير، هادشي اللي نقدر نقول. واللي وصل حتى لهاد النهايه ديال هاد الفيديو، ما تنساش اختي ولا خويا لايك للفيديو، اعطينا ارائك او نصيحتك في التعليق باش هكا تستفد معك صاحبه المشكل. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.